فكان الاعتماد في نقل الكوره على الاثنين الوينج باكس اللي كانوا بيلعبوا، سواء كان عمر جابر او حتى بنتايج. الاثنين دول هم اللي كانوا مفروض ان هم يزيدوا عشان خاطر ينقلوا الكوره بالنسبه لنادي الزمالك. عمر جابر اختار برضو طواعيه ان هو ما يتقدمش عشان خاطر كان قلقان شويه من حسين الشحات، لكن اللي تجرأ وابتدى يزيد كان هو بنتايج بس. يعني بقى عندك 4 لعيبه في خط الهجوم قصاد 5 ثابتين ورا ما بيتحركوش، اللي هم مروان عطيه والاثنين قلبين الدفاع اشرف داري وكمان معاه رامي ربيعه، والاثنين الباكين اللي انت اخترت ان هم يلعبوا بصيغه دفاعيه كامله، رغم ان انت عندك باكات شمال موجوده بره. علي معلول مصاب، كان عندك كريم الدبيس موجود. الباكات اليمين عندك عمر كمال عبد الواحد، وعندك كمان محمد هاني. قول يا عم عمر كان بره القائمه، كان عندك محمد هاني كان ممكن يلعب بدل اكرم توفيق، لكن انت اخترت كوكا واكرم توفيق على حساب محمد هاني وكريم الدبيس، فكانت النتيجه ان الاثنين ما كانوش بيزيدوا وكانوا بيقفوا، فانت عندك 5 ورا الكوره قصاد 4. يعني انت تقريبا الشق الدفاعي خلاص متمكن منه. لكن فوجئنا كمان ان محمد عبد الله بينزل مع اكرم توفيق عشان خاطر يقفل جبهه بنتايج، فبقى عندك 6 أو 7 لعيبه في خط الدفاع قدام فريق ما عندوش اصلا حلول. يعني الزمالك جايب بسيره من 10 ايام، مغير خطته قبل المباراه تقريبا بكام ساعه، ما عندوش حلول. ليه العب بالجبن ده؟